يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه ده كله؟ ياه، انا تعبان من اول امبارح. وكومان وريكاردو ويشوط وينام عليها شوبير. برافو يا شوبير، بيلعب ماتش كبير قوي احمد شوبير. أحمد شوبير رياضي بدأ حياته كحارس مرمى لنادي طنطا الرياضي، لينتقل بعدها إلى عالم الأضواء والشهرة بانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي عام 1984، ويتم اختياره بين أفراد المنتخب المصري الذين شاركوا في كأس العالم عام 1990. حيوا معايا كابتن مصر، شرفنا من نصر النصر. وحيوا معانا كابتن مصر، شرفنا من نصر النصر. غادر شوبير الملاعب معتزلا الحياة الرياضية عام 1996 ليبدأ بعدها رحلته في عالم الإعلام كمعلق رياضي. دخل حسام والهدف المصري الاول. حسام حسن عاطف الشباب. وينضم إلى الحزب الوطني الحاكم والمسيطر على مقاليد الأمور في مصر. ما لبث شوبير أن أصبح أحد أشهر مقدمي البرامج الرياضية في مصر، وصاحب المعارك الرياضية الإعلامية، والمروج الأكبر لنظام مبارك الابن والأب. معانا في الحي كلنا امين السياسات، الامين المساعد للحزب الوطني، امل الشباب، جمال مبارك. خاض شوبير مثل أعضاء الحزب الوطني الفاسدين المعركة الانتخابية في عام 2005 في مهزلة انتخابية روى هو بعض تفاصيلها. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك الراجل ده على اللجنه. الراجل اللي على اللجنه يقول لك تعالى. صباح الخير. قال لك صباح الخير كده يا كابتن، مش تيجي تملى بطاقتين؟ فانا واخدها جد بقى يعني. يا عم تعالى. فاخدت بطاقه، قال لي لا، فاداني 200 بطاقه، فاحنا داخلين 10. فكل واحد خد 200 بطاقه، وبعدين واحد ابن حلال تبعنا راح واخد البتاع كله تقريبا يعني. حطينا حوالي 5000 صوت. لعب شوبير دورا كبيرا في الأزمة ما بين مصر والجزائر، حيث كان سببا رئيسيا في افتعال تلك الأزمات التي كادت أن تعصف بعلاقات مصر الخارجية وبمكانتها ودورها العربي والاستراتيجي. بدأ الإخوة في الجزائر مع الحملة اللي معمولة هنا كسروا مصر الطيران، كسروا المقاولين العرب، حطوا العلم المصري على الأرض وداسوا عليه بالعربيات. جات لي مكالمة مهمة جدا من أمن الدولة، إما أن تكون في الاتجاه ده أو حضر شنطتك بكرة الصبح. كانت هذه الأزمة سببا من أسباب خروج المصريين في ثورة 25 من يناير عام 2011، حيث أطاحت بأحلام مبارك ووريثه. ياه، ايه اللي بيحصل في البلد؟ ايه اللي تم؟ ايه اللي حصل في مصر في 12 يوم؟ قعدت الجرايد وقعدت الصحف وقعدت المعارضة وقعد الناس كلها 25 سنة تكتب وتقول ولا حد عمل حاجة، وشوية شباب في ميدان التحرير حرروا الفكر، حرروا العقل. سقط مبارك تحت أقدام الثوار، ليتلون شوبير سريعا معلنا وقوفه مع الدكتور محمد البردعي. الوحيد اللي كان ليه 7 مطالب أساسية من البداية كان الدكتور محمد البردعي، وفضل الراجل على موقفه من أول يوم. لكنه لم ينسى ولاءه لنظام المخلوع، فأخذ في صنع الأزمات شانا هجوما شرسا على شباب الألتراس، متهما الرئيس محمد مرسي باستغلالهم سياسيا. في 30 من يونيو خرج شوبير على رأس تظاهرة لإسقاط أول نظام منتخب في مصر، ليعلن يوم 3 من يوليو أن مصر عادت لأهلها وأن الحكم كان مغتصبا. أهلا بكم مع مصر بعد أن استردت مرة أخرى صحتها، شبابها، وعيها،
احترامها، كبريائها، والأهم وعيها. وفي كشف صريح لخيوط ومؤامرة الثورة المضادة يظهر كل مؤيدي الانقلاب العسكري بينهم شوبير في احتفالية القوات المسلحة بالسادس من أكتوبر، بينما كانت دماء المصريين تسيل في الطرقات في ذات اليوم. عاد شوبير لممارسة دوره الأمني على الشاشة مرة أخرى، فهاجم اللاعب أحمد عبد الظاهر لرفعه علامة رابعة العدوية في لحظات انتصار للإنسانية الغائبة. غير مقبول على الإطلاق. وعارفة عايز أقول لحضرتك حاجة، الكلام ده لو موجود في أوروبا، لو في أمريكا، لو في أي حتة بيبقى عليها عقوبات بالجملة. وبينما ينشغل الرياضيون في البحث عن مصدر للقمة العيش بعد توقف النشاط الرياضي بسبب ممارسات الانقلابيين، يخرج شوبير ليعلن عن وجوب ترشح عبد الفتاح السيسي، مادحا قدرته على الوصول إلى كل شعب مصر. أنا صوتي هيكون واضح طبعا، نعمل الدستور عشان الدنيا تمشي بشكل كويس، مش عشان العجلة تدور. على هواء الشباب والرياضة واستمرارا لمسلسل تسييس الرياضة، وجه شوبير الدعوة للمصريين للنزول إلى الاستفتاء والمشاركة بنعم، ليأتي رد الشعب عليه قويا بمقاطعة الاستفتاء ومشاركة أقل من 15% من جموع المصريين في رسالة واضحة للانقلابيين وأمثالهم. انتقل شوبير من اللاعب كحارس مرمى الفساد في عهد مبارك إلى حراسة مرمى الانقلاب في عهد السيسي.